موقع الحق والضلال، موقع لكل المصريين. نقول فيما لا نعرف ما نعرفش، ده أهم حاجة عايزين نغيرها. الأسبوع الجاي هنتكلم على أخلاقيات العمل اللي هي مش عندنا خالص، اللي هي بقى كل واحد بيغيب. أنا رايحة أوصل المدام أصلها بتولد، أصل العيال عيانة، الواد عنده برد، أصله عندي ظروف. الظروف دي على طول، يعني شوف انت لو عندك عمال مثلا في المصنع، شوف كام واحد بيقول لك عندي ظروف، او لو عندك حد بيشتغل معاك كام واحد عنده ظروف. بعدين الرجاله بيبقى عندهم ظروف اكتر من الستات على فكره، يعني الرجاله دايما بيوصل المدام الدكتور، مش فاهمه ليه. طب ما المدام تروح للدكتور لوحدها، انا عمري ما فهمت المبدا ده. فدايما الراجل بيوصل المدام للدكتور، يعني صراحه يعني عمر ما جه معايا للدكتور، دي موضوع غريب جدا. يعني ايه المدام لازم تروح للدكتور ولازم الراجل يكون معاها فيغيب عن الشغل؟ حاجات كده كتيره من هذا النوع، يعني منها برضو يعني الانضباط، ان احنا نأسفن في بعض في الشغل. كل ده هنتكلم على كل انواع السلوكيات، وهنتكلم كمان على طريقه الكلام. اتشي فشخ، نفض لي، مش عارفه، في الفاظ كده غريبه وحاجات غريبه جدا دخلت القاموس، عجيبه جدا، عايزين نخلص منها. يقول لك ده حاجه مش عارفه ايه، فشخ، عيب يا جماعه، مش كده. انا اسفه ان انا بستخدم الالفاظ دي، بس لان انا اريد ان تموت هذه الالفاظ ولا تصل الى اجيال قادمه. وائل جسار رغم الحادث اللي حصل له في مطار القاهره، وانا بحييه،